ببيضة واحدة هتعملي بسكوت حلو جدا سهل واقتصادي جدا، بدون خلاط بدون كبة بدون ادوات. هتعملي البسكوت ده وتشكليه بايدك بكل سهولة بدون ادوات ولا تعب ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم انه طعمه خطير، وكمان من غير حليب، وممكن من غير سمنة ومن غير زبدة. هنعمل النهاردة بسكوت حلو جدا سهل وبسيط وناعم جدا زي ما انتم شايفين كده، وطعمه خيال بجد خطير. بكوبايتين ونص بس من الدقيق هتعملي العظمة دي. يلا كده نقول بسم الله ونبتدي الوصفة على طول. جبت كده بولة وابتديت ان انا هجيب بيض فيها بيضاية واحدة بس، ونص كوباية من السكر، وحطيتهم على بعض. وبالويسك العادي جدا ببتدي ان انا اخلطهم على بعض. حطيت ذرة من الفانيليا واخلطهم لحد لونهم ما يبقى فاتح ويبقى لونهم ابيض بالشكل اللي هتشوفوه معايا كده. بعد كده ببتدي ان انا انزل بكوباية من الزيت، اي نوع زيت حتى لو زيت تموين. ببتدي ان انا اخلطهم مع بعض بالويسك العادي جدا، يعني من غير مضرب ولا خلاط ولا كبه. بعد كده بضيف عليهم نص كوبايه من النشا وبقلبهم. اول ما يختفي النشا ببتدي ان انا بقى انزل بالدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي بنزل بكوبايتين، هنزل كوبايه وبعد كده هقلبها. اول ما يختفي الدقيق بنزل بالكوبايه التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهوله خالص. مش محتاجين اي حاجه، حتى مش هندخل الدقيق. بقلبهم. اول ما تحسي ان العجينه كده طريه ببتدي انني انزل بالنص كوبايه الدقيق التانية. يبقى انا استخدمت كوبايتين ونص من الدقيق. انا ما حطيتش الدقيق على بعضه، لان ممكن دقيق بيختلف عن دقيق، فممكن ما نحتاجش نص الكوبايه التانية. وبحط معلقه صغيره من البيكنج باودر وذره من الملح وبس كده. بلم الدقيق بس لحد لما يختفي. احنا مش بنعجن البسكوت عشان ما ينشفش معانا. بعد كده بتبقى معايا عجينه ان هي سهله التشكيل. بقسمها على نصين كده، وبجيب الاول نص وابتدي احط فيه نص معلقه كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى، وبعجنها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ببتدي ان انا اجيب اول كده الجزء اللي انا حطيت فيه كاكاو، وبكوره كور صغيره جدا زي ما انتم شايفين. والجزء التاني اللي بالفانيليا ببتدي ان انا ابتدي ناخد منه جزء يكون اكبر شويه من الكور اللي انا كورتها، وادخلها جواه والفها كده زي السر. بعمل نفس الشكل برضو بالشكل ده. بجيب قطعه من الفانيليا، وبعد كده ببتدي ان انا احط فيها القطعه اللي بالشوكولاته واقفل عليها كده كويس جدا واكورها ما بين ايدي. بعد كده ببتدي ان انا اضغط عليها كده ببطن ايدي، واجيب اي تشكيل عندي على شكل قلب، على حسب زي ما انت عاوزه. ده اول شكل في التشكيل بتاعي. والقطعه اللي بتتقطع او بتبقى موجوده زياده ببتدي ان انا اكورها والمها، وبرده بعملها بنفس الشكل. هتديني شكل حلو جدا كده، ميكس ما بين اللون الفانيليا واللون الشوكولاته. تاني تشكيل ببتدي ان انا اكور كده كوره من الفانيليا، قطعه العجينه من الفانيليا وكور صغيره كده من الشوكولاته، واعملها كده على شكل ورده حوالين بعضها بالشكل ده، واضغط عليها علشان ما تفكش معايا وهي بتتخبز في الفرن. ببتدي ان انا اعمل بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي بالنسبه لي شكلها قمر جدا، وشكلها لذيذ وتعجب الاطفال كمان. ببتدي ان انا اخلص الكميه كده بكل سهوله زي ما انتوا شايفين. برص كل الكميه في صينيه كده بصاج، ما يكونش مدهون اي حاجه خالص ولا حتى ورق زبده، وبدخله الفرن على درجه حراره 180. هيقعد معايا ربع ساعة وهيطلع معايا بالشكل اللي هتشوفوه ده. يبرد تماما وبعد كده ببتدي ان انا اقدمه وبس. عملنا بسكوت اقتصادي بدون ادوات، وفي نفس الوقت بدون بقى ولا كبة ولا خلاط ولا حتى مضرب. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. شايفين البسكوتية من جوه عاملة ازاي؟ حلوة جدا وهتعجبكم جدا وهتعجب اطفالكم، واقتصادي جدا وسهل ومفيش ابسط من كده. تشكيل البسكوت مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده. اختاري التشكيل اللي انت حباه، قدميه مع شاي بلبن او النسكافيه، هيعجبك جدا. ناعم وخطير وطعمه كده يجنن واقتصادي جدا زي ما انا قلت لكم. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. يا رب النهاردة تكون الوصفة عجبتكم. هتوحشوني للفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.